السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على الفيديو سهل فكرت اني نشارك معكم قياس ديال الملوزه الشماليه الاصيله. وسمحوا لي لان تعطلت عليكم امال وبزاف ديال المشتركات اللي طلبوا مني ملوزه. سمحوا لي بزاف على التاخير، ان شاء الله نحاول كل مره نطلع غوسيت من اللي طلبتوا مني ان شاء الله. دوزو نشوفوا المقادير. عندنا كيلو ديال اللوز، بالطبع اللوز البلدي اللي كنسلقوه في الماء غاليين، فقط نعملوه في الماء غاليين 1 دقيقه 2 دقائق، وغادي نحيدو له ديك القشره. نخليوه ينشف مزيان على الاقل ليله كامله، ومن بعد غادي نطحنوه مزيان. غنطحنوه الطحنه ونعاودوا له مره ثانيه حتى يرجع معنا معجن، لان هنايا ما كان في الملوزه ضروري اللوز يكون معجن معنا، ما يكونش مهرمش. عندي هنا 4 المعالق كبار ديال الدقيق، 250 غرام ديال السكر كلاص، سكر كلاصي. هنا عندي 3 ديال البيض مكمولين، و4 ديال اصفر البيض، وواحد البيضه دائما كنخليها احتياط على حسب الحجم ديال البيض. نقدر نحتاج الصفار ديالها، نقدر ما نحتاجوش. هنا عندي 2 ديال الليمونات محكوكين، 2 كاشرات ديال الليمون كبار. بالطبع حين كنحكوهم ما نوصلوش داك اللون الابيض باش ما كيجيش يمر معنا. عندي خنيشه ديال المسقه مدقوقه مع شويه ديال السكر باش كتدق معنا مزيان. 2 خنيشات ديال خميره كيماويه ديال 7 غرام، عادي 14 ديال غرام. هنا هذه البيضه اللي قلت لكم كنخليوها احتياط، وهذا مزهر غنحتاج منه معلقه كبيره العجين صافي باش غادي نلوي الملوزه ديالي. وهذا سكر كلاصي باش غادي نفندو فيه الملوزه ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه. ندوزو الطريقه على بركه الله. الطريقه ولا اسهل. هنا بغيت نوري لكم كيف ان اللوز ديالنا معجن مزيان، ضروري ينشف مزيان. الاحسن نعملوه في شي شبيكه وتفرشوا له من تحت، يعني باش يتقطر مزيان، ومن فوق بالطبع ما يباتش معاك، يعني تغطيوه بالسيرفيات ولا شي حاجه باش تقطر مزيان. صافي الطريقه ولا اسهل. غادي نعملوا اللوز غنزيدوا عليه الدقيق ديالنا، يعني نبداو دائما مكونات اللي هي جافه كامله باش نتحكموا في النسبه ديال البيض. خميره، السكر كلاصي بالاحسن. كملوزه يعني التقليديه ديما كانت كتعبي السكر عادي، فكنطحنوا الطحنه الاوليه اللوز بوحدو والطحنه الثانيه بالسكر عادي يعني حبيبات. ولكن حين كنعملوا سكر كلاص كنقصوا علينا الخدمه وكيجي احسن والذ النتيجه. غنعملوا الليمون ديالنا مبشور باش ديال 2 ليمونات قلنا كبار، وهذا عفوا وكبيصه ديال المسكه ديالنا اللي مدقوقه مع السكر. نخلطوا هاد المكونات هذه مع بعضياتها، وغادي نزيدو البيض. كما كتلاحظوا يعني سهله بزاف ولذيذه، ما كتختارش لا افراح اي فرح مناسبات اسبوع دائما. خلطه شويه ونزيد البيض. انا فعلا تاخرت عليكم بالملوزه، ولكن كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو ان شاء الله غادي نحاول كل مره نطلع فيديو من الغوصيت اللي طلبتوا مني، وسمحوا لي بزاف على التاخير بزاف. صافي دابا غنزيد البيض. عندنا قلنا 3 ديال البيض مكمول، وعندي 4 ديال اصفر البيض. ففي غالب الاحيان ما نحتاج شي زياده، ولكن اذا احتجت دائما عندي واحد البيضه احتياط. خلط هادشي مزيان مع بعضياتو. لان هنايا علاش ما كنحددوش بالضبط النسبه ديال البيض على حسب الحجم ديالو. احنا يعني هذه حاجه معروفه، يعني كنمشيو نشري بعض المرات تكون بيضه الحجم ديالها كبير متوسط صغير، فالو ضروري هكذا باش ما تخسرش معنا لاغوسيت. لاحظوا سهله بزاف. نحتاج انني نزيد اصفر ديال البيضه، وبالطبع قلنا معلقه ديالنا كبيره ديال المزهر، وغنزيد اصفر بيضه. يعني المجموع دابا عندي 5 ديال اصفر البيض مع 3 ديال البيض مكمل. صافي ونزيدو حتى الزبده ديالنا. بعد ما زيدنا مزهر الزبده وداك اصفر البيض غنزيدو نخدموها بحيث تجمع معنا لاباط فقط. مجرد ما تخدم معنا شويه غير تجمع، قلنا يعني ما بقاوش نخدموها بزاف. صافي غادي نزيد نكمل ليها بحيث تجمع
ونخليو هذا. لاحظوا كتبقى تلصق شويه، هذا طبيعي يعني عادي. غادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، المهم باش كتنشف معنا شويه. وغادي ندوزو باش نلويوها ونعملوها في الصينيه ديالنا. صافي اللوزه ديالنا من بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا العجين دابا قصح معنا. هنايا شويه ديال المسائل اللي كنا غادي نعملو في يدنا باش نلويو. معلقه اللي غادي نحتاجو اننا نزوقو بها السكر كلاصي ديالنا، والصينيه اللي عملت فيها بابي سولفوريزي من الاحسن ما كانش تعملوا لا خير ربي ديال الدقيق، ولكن درتو فوق بابي سولفوريزي فاحسن واحسن. صافي ندوزو باش نشكلوها على بركه الله. نحاولوا نعملوا الكرات في الحجم اللي بغينا بالضبط. دائما نحاولوا نعملوهم متقادين باش كيجي الشكل ديالهم مزيان في الصينيه. غادي نكورو نعملوهم بالسكر كلاصي. كور والسكر كلاص. صافي بعد ما نعملوا بهذا الشكل هذا باش يبقاو قابطين لنا السكر. حنا من الوزاره كنعرفوا بان السر ديالها هو داك السكر، وكما لاحظتوا انا في الداخل ديالها ما عملتش السكر بزاف باش ما تجيش معنا حلوه بزاف. غادي نقبطوا صباع من فوق صباع من تحت ونحاولوا نرسموه بهذا الشكل هذا. صافي وغادي ننزلوها في الصينيه ديالنا. نعاودوا نفس الطريقه مع الثانيه باش تشوفوها مزيان. الو هنا جوج العدد اللي بغيتو بهذا الشكل هذا كتجي مايله ولكن واقفه زواقه. اذا بغيتوها تجي عوجه كنعملوها بالغاز هادي ديال المعلق نفس الطريقه باش تشوفوها مزيان. يعني صباع هذا من فوق واخر من تحت كيعطي هذا الشكل بلا ما نضغطوا عليها بزاف. فوالا غادي ننزلوها في الصينيه نستمروا بهذا الشكل هذا. هنا كما قلنا حنا كنحضروا اللوزه الاصيله، يعني اللي ما كتعبيش اللوزه من فوق كتعبي السكر كلاص. فالوغ ملي غادي ننزلوهم في الصينيه صافي غادي نعملوها. ملي ننزلوهم في الصينيه غادي نعملوا له شويه ديال السكر كلاص في داك الحفيره اللي عملنا بالاصبع ديالنا من فوق. فوالا هذه الطريقه ديال اللوزه التقليديه. بالطبع نتوما اذا بغيتو تعوضوها بلوزه يمكن لكم تعوضوها. غنستمر بهذا الشكل هذا. من بعد ما ساليت الصينيه ديالي بنفس الطريقه نحاولوا نعملوهم كما قلنا بنفس الحجم. فقط باش نذكركم يعني ملوزه يدعمناها بالحجم اللي كنشوفوه في الاعراس وكلشي. فكيلو ديال اللوز كيطيح لنا ما بين 55 حتى 60 ماكسيموم. هنا انا عملت صغير الحباب فالوغ كنعملوها بطريقه صغار من داكشي هذاك. كنا غندخلوها الفران على ما بين 165 170 ماكسيموم. واخش الفران يكون سخون نعملوها في الوسط الفران مشعل من فوق ومن تحت. وغادي نشوفوا عليها واحد 15 دقائق نشوفوا عليها. وحين طيب ما نزولوهاش من الصينيه غادي نتسناو عليها حتى تبرد كومبليتوم وان شاء الله نرجعوا نشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. كتشوفوا اللوزه ديالنا كما بعد ما وجدت كتجي غساله بسيطه وسهله في الطريقه ديالها. نتمنى تكون عجبتكم مشقه غزاله. اذا عجبتكم عملوا جيم تابوناو على الفيديو سهل نشوفوا دائما دي روسيت ساهلين بساط ولذاذ يعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.